في مشهد بيتكرر كل يوم، ام تدخل الاوضه تلاقي ابنها قاعد قدام الموبايل من ساعه لساعتين، تنادي عليه ما يردش، مرتين برضه ما بيردش، فتقرب منه وتسحب منه الموبايل، وفجاه صريخ وعياط وعصبيه وبيت كامل يتحول لمعركه. فتقول في نفسها هو بيعاندني ولا بيتجاهلني؟ ولو عنده فعلا فرط حركه ازاي قدر يقعد كل الوقت دوت من غير ما يتحرك؟ الحقيقه السؤال ده خدع ناس كتير جدا، لان اغلبنا فاكر ان الطفل فرط الحركه لازم يتحرك طول الوقت، لكن الحقيقه اعقد من كده واغرب كمان، لان الطفل نفسه اللي ما بيستحملش 5 دقايق على الواجب ممكن يقعد ساعتين قدام لعبه موبايل. ليه؟ استني قبل ما اقول لك السبب، خليني اوفر عليكي حل المشكله دي. لو عايزه تسحبي الموبايل ما تسحبيهوش مره واحده، ايوه سمعتي صح، ما تبدايش بسحب الجهاز، ابدأي بسحب انتباه الطفل ليكي في الاول. في فرق كبير، اقعدي جنبه بصي للشاشه معاه واساليه وصلت لحد فين، مين كسب، مين ما كسبش، فاضلك كتير. في اللحظه دي انت مش بتضيعي وقت، انت بتعملي حاجه مهمه جدا، بتخلي مخه يبدا يحس ان في عالم تاني غير الموبايل. ودي اول خطوه. الخطوه اللي بعدها ما تقوليش هات الموبايل، قولي له بعد 5 دقايق هنقفل الموبايل عشان هنعمل كذا، وخليه هو يعيد الجمله بعديكي. بعد كام دقيقه هنقفل الموبايل؟ بعد 5 دقايق. يبقى مخه بدأ يستوعب، لان المشكله مش في قفل الموبايل، المشكله في المفاجاه اللي انت ممكن تحطي فيها وانت بتاخدي منه الموبايل. الخطوه الثالثه، اول ما الوقت يخلص ما تسيبلوش فراغ، الفراغ يعتبر العدو المباشر ليه، انقليه لنشاط تاني يساعدك في تجهيز حاجه، يلم مكعبات، يسقي زرع، يدخل الاوضه التانيه يجيب حاجه، المهم ما يفضلش واقف حاسس انك خدتي منه الحاجه الوحيده الممتعه بالنسبه له. طيب كل ده جميل، لكن ليه الموبايل بالذات يقدر يعمل المدرسه ما بتعملوش، وحتى اللعبه العاديه ما تقدرش تعمل الموبايل بيعمله؟ هنا نوصل للسر اللي كلنا فاكرين ان الطفل ADHD عنده نقص انتباه بس، لكن الحقيقه هو اقرب لكونه عنده صعوبة في تنظيم الانتباه. يعني ايه؟ الطفل اوقات يلاقي صعوبة يركز، واوقات تانية ممكن يوصل تركيزه بشكل مبالغ فيه. الحالة دي اسمها هايبر فوكس او التركيز الفائق، ولما اللعبة تفضل تدي الوان وصوت وتحدي وجايزة كل شوية، يبقى مخه كل لحظة مستني المكافأة الجديدة، وساعتها الانتقال من موبايل لأي حاجة تانية هيبقى صعب جدا عليه. وده سبب انه اوقات كتير ما بيردش عليك، هو مش بيتجاهلك، هو فعلا مندمج في اللعبة ومندمج في الموبايل. ولازم نعرف حاجة مهمة، ان التركيز الفائق لوحده ما بيشخصش الطفل ADHD، وكمان مش قعدته على الموبايل طول الوقت يعني ان هو عنده فرط حركة. التشخيص لازم يكون مع متخصص يقدر يشخصه عن طريق اختبارات. وعايزه اقولك ان المشكله في الموبايل نفسه، هو مصمم اصلا عشان يخلينا كلنا نكمل فيديو بعد فيديو، لعبه بعد لعبه، مكافاه بعد مكافاه. عشان كده هدفنا مش نحارب التكنولوجيا، هدفنا نعلم الطفل ازاي يستخدم التكنولوجيا صح من غير ما تتحكم فيه. ولو وصلت لحد هنا اكتبي لي في التعليقات عرفت السر، وقولي لي اصعب لحظه بتحصل عندكم وقت قفل الموبايل. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن العلامات اللي بتخلي الاهل يخلطوا ما بين الشقاوه الطبيعيه وفرط الحركه الحقيقي، وفي علامه واحده معظم الناس ما تعرفهاش.